كتير مننا بيسأل إزاي ممكن أي حد ينجح في شغله، خصوصاً لو بيبدأ من الصفر تماماً. هل ده ممكن أصلاً؟ تعالوا نشوف. خلينا نبدأ بحقيقة مهمة جدا لازم كلنا نستوعبها. النجاح في الشغل مش حظ ولا هو واسطة. النجاح قرار. أيوة بالظبط، قرار الواحد بياخده كل يوم إنه هيكون أحسن وإنه هيطور من نفسه، حتى لو محدش شايف أو مقدر المجهود ده دلوقتي. طيب أول خطوة في القرار ده إيه؟ إن الواحد يختار إنه يكون مختلف، إنه ما يكونش عادي، ما يقبلش إنه يكون مجرد رقم في سيستم كبير وخلاص. والفرق هنا بصراحة شاسع. الشخص العادي بيشتغل عشان المرتب آخر الشهر وده طبيعي، لكن الشخص اللي عايز ينجح بجد لا، ده بيفكر بطريقة تانية خالص. بيفكر إزاي يخلي نفسه لا يمكن الاستغناء عنه. اللي بيعمل المطلوب منه بالملي سهل قوي يجي حد تاني مكانه، لكن اللي بيبادر وبيزود حتة من عنده، اللي بيطور من نفسه وبيتعلم باستمرار، هو ده اللي بيتحول لكنز حقيقي في أي مكان. وده بقى بينقلنا للمبدأ التاني، وهو القوة الحقيقية اللي في التعلم المستمر. بصراحة أكبر كارثة ممكن أي حد يعملها في حق نفسه ومسيرته المهنية إنه يفتكر إنه وصل خلاص وإن اللي يعرفه ده كفاية قوي. وهنا كل واحد لازم يقف ويسأل نفسه بصدق، هل اللي أنا عارفه النهاردة كافي فعلا إني أنجح بيه بكرة وبعده في عالم كل حاجة فيه بتتغير أسرع مما نتخيل؟ الحقيقة اللي لازم نواجهها إن قطر التغيير بيجري بسرعة رهيبة، واللي مش بيتعلم جديد وبيطور من نفسه للأسف القطر ده هيدوس عليه ويكمل. ببساطة كده. طب والحل؟ الحل ممكن يكون أبسط بكتير مما نتخيل. ساعة، ساعة واحدة بس كل يوم. ساعة تخصصها إنك تقرأ حاجة في مجالك، تتفرج على فيديو مفيد، تتعلم مهارة جديدة. المهم إن عجلة التطوير دي تفضل دايرة، ما توقفش أبداً. جميلة قوي الكلام ده، بس إزاي الواحد يقدر يلتزم بالساعة دي كل يوم أو يلتزم بأي هدف أصلاً؟ هنا بقى بتيجي نقطة فيصلية، المبدأ الثالث. الانضباط أقوى من الحماس بكتير. كلنا جربنا إحساس الحماس ده صح؟ نبدأ حاجة جديدة وإحنا طايرين من الفرحة، يوم 2 أسبوع بالكتير، وهوب كل ده بيختفي. الانضباط بقى هو اللي بيفرق. الانضباط هو القوة الخارقة اللي بتخليك تكمل حتى في الأيام اللي ما عندكش فيها أي طاقة أو نفس تعمل حاجة. هو ده البنزين الحقيقي للمسافات الطويلة. الانضباط يعني إيه؟ يعني تقوم من السرير حتى لو جسمك كله بيقولك لأ، يعني تشتغل حتى لو مرهق، والأهم يعني تكمل حتى لو مش شايف أي نتيجة واضحة قدامك دلوقتي. هي دي الاستمرارية في أصدق صورها. ولما الواحد بيستمر وينضبط بيبدأ يبني أهم حاجة في حياته المهنية كلها، وده المبدأ الرابع بتاعنا: سمعتك. اسمعوا الجملة دي كويس. في الشغل سمعة الشخص أهم من أي حاجة تانية، ممكن تكون أهم من شهاداته ومن خبرته، صدقوني. الهدف إن لما اسمك يجي في أي قعدة، الناس تقول إيه؟ تقول فلان ده تعتمد عليه وإنت مغمض، مواعيده بالثانية، شغله مفهوش غلطة. السمعة دي هي المفتاح السحري اللي بيفتح بيبان الواحد ما كانش يحلم أصلاً إنها تتفتح له. ونوصل لآخر مبدأ، ويمكن يكون أهمهم لأنه بيلم كل اللي فات مع بعض. المبدأ الخامس: الصبر الذكي. وخلوا بالكم من كلمة الذكي دي، مش أي صبر وخلاص. يعني إيه بقى صبر ذكي؟ يعني الواحد يفضل مكمل ومصمم على هدفه أكيد، بس في نفس الوقت عينيه مفتحة ومصحصحة. لو الطريقة اللي ماشي بيها مش جايبة نتيجة لازم يكون مرن كفاية إنه يغيرها. الفكرة مش إن الواحد يستنى وخلاص، الفكرة إنه يفضل يحاول بطرق مختلفة لحد ما توصل. في فرق كبير بين الصبر وتضييع الوقت. في النهاية لو بصينا على كل ده هنلاقي إن القصة كلها مش ذكاء خارق ولا حظ أسطوري. كل دي حاجات ممكن تساعد، لكن مش هي اللي بتصنع الفرق الحقيقي. الفرق الحقيقي والجوهري هو في لحظة واحدة بس، لحظة فيها شخص قرر يكمل وشخص تاني قرر يستسلم. هي دي كل الحكاية. فالسؤال الأخير اللي هنسيبه هنا هو سؤال كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه: هتفضل واقف في مكانك ولا هتاخد قرار البداية النهاردة؟